تعالي اقولك ازاي تعملي محشي الكرنب الفلاحي بخلطة رهيبة وسر التسوية الصح. احلى اكلة تدفينا في الاجواء الشتوية. انا من محبين اكلة المحشي الكرنب جدا. يلا بينا نشوف ايه التركات اللي احنا نعملها مع بعض عشان تعملي احلى محشي. اول حاجة معانا هنا تجيبي مية تكون بتغلي كويس، لو عندك كرنب هتسلقي الكرنب بتاعك. لو الكرنب بتاعك مخزناه زي كده في الفريزر سلقاه وحطاه في الفريزر، هتطلعيه من الفريزر كده تنزلي على مية سخنة على طول. لو مش عامله بقى تسلقيه تسلقيه بقى الكرنب بتاعك. انا هنا اول ما الورقه تفك معانا كده من الميه السخنه شيلها طلعها كده في مصفى على طول، لحد كده ما اخلص الكميه الكرنب بتاعي خالص اللي في الميه السخنه. انا نازله في ميه سخنه خالص ما فيهاش اي حاجه خالص. بعد ما خلصنا الكرنب هجيب بقى طاسه كده او حله تكون عندك كبيره كده تحطي فيها 3 معالق من الزيت. محشي الكرنب بيحب الزيت، ومعلقه من السمنه الفلاحه عشان تديله طعم جامد وتخليه ريحة جميلة. لو مش عندك ممكن تنزلي بمعلقة من الزبدة أو معلقة من السمنة، أي نوع سمنة عندك. معانا هنا 3 بصلات مفرومين فرم ناعم في الكبة، هنزل بنص الكمية واسيب الكمية التانية نص، بقية النص البصل هقولكوا هنعمل بيه ايه دلوقتي. هنشوح فيه كده، أول ما يدبل معانا ننزل عليهم بفصين من التوم، وده خطوة اختياري، ممكن تستكفي بالبصل بس. بعد كده ما البصل يصفر معانا كده وياخد لون، هنزل عليهم بمعلقتين من معجون الصلصة، وعليهم معلقة من البابريكا، واشوحهم كده واحط عليهم معلقة من الكزبرة ومعلقة من ال7 بهارات. وبعد كده تنزلي بالطماطم بتاعتك، تكوني ضرباها كويس تنزلي عليهم. انا طبعا مصلصه الطماطم فهنزل بطماطم متصلصه جاهزه. هتحطي على الطماطم بتاعتك معلقه من السكر، تظبطي الملح بتاعك وتحطي الفلفل الاسمر، وتسيبيها بقى على النار كده تتسبك كده مع مع نفسها. اول ما تلاقيها اتسبكت معاكي هتنزلي بمعلقه من الكمون، الكمون دي تحطي في الاخر عشان مش يمرر معاكي. تسيبيها كده تاخد بقى تاخد غلوة كده، وبعد كده ناخد معلقتين 3 معالق بالظبط من الصلصة في طبق على جنب كده، هقولكوا نعمل بيه ايه. هننزل عليهم بكله من الرز المصري مغسول كويس ومتصفي جدا، مش منقوع، مغسول بس. تشوحي كده فيه في الصلصة كده على البوتاجاز كده دقيقة كده، تشوحي فيه، احنا مش عايزين نسويه، احنا عايزينه بس نشوحه كده ويتشرب من طعم الصلصة بتاعتنا الجامدة دي. بعد كده تشيليه وتنزلي بيه في طبق كده او في صينية تكون كبيرة كده، تفرديه كده في الطبق بتاعك، وتنزلي عليه ببقية البصل اللي احنا كنا شايلينه على جنب، وعليهم رشة فلفل اسمر، دي هتخلي ريحته جميلة جدا. الحركة ديت والتركية ديت هتفرق معاكي جدا في الطعم وفي الريحة. بعد كده تقلبيهم في بعض كويس، تنزلي عليهم بقى بالخضار بتاعك، بقى شبت وكزبرة وبقدونس، حسبتين من كل نوع. انا كنت مفرزاه في الفريزر نزلت بيهم. هو انا مش بكتر الخضرة بتاعته عشان عندي هنا في البيت مش بيحبوا الخضار يكون باين كتير كده في المحشي. فطبعا الخضار ده بتاعك تظبطيه، تحطي حسبتين من كل حاجة، تغسليهم برضو يكونوا مصفيهم ومقطعهم، تقلبيهم في بعض كويس وتبدأي تحشي. تجيبي الكرنب بتاعك تفردي الورقة كده وتحطي شوية كده من الخلطة بتاعتنا في النص كده، مش تحطي على الأطراف، تحطي في النص وتلفيه كده بالراحة. يعني بصي مش تضغطي عليه جامد، تلفيه كده، تبقى احنا مهوينه كده بس حاجة بسيطة. اهو زي ما انت شايفة كده انا موريكي كام واحد اهو، الفه معاكي كده واوريكي الطريقة بالظبط. هتفردي الورقة وتحطي شوية في النص، وتقومي لفة الورقة بتاعتك كده بالراحة، متضغطهاش، يبقى الصبع معاكي حلو كده وماسك نفسه، ومش هيقع منه رز ولا اي حاجة. اهو بالظبط كده. كده لفينا الحلة بتاعتنا كلها. رص بس الرصة برص 4 جنب بعض بالطول و4 جنبهم بالعرض، وتيجي تلفي بقى يعني تعكسي بقى اللي هو بالعرض تحطي قدامه بالطول، وبالطول هتحطي قدامه بالعرض، يعني فاهمة؟ زي ما انت شايفة كده الرصة معاكي، يعني هتعكسي الرصة بتاعتك. ممكن تعملي تلاتات اربعات كام، 3 4 صوابع جنب بعض او 4 صوابع جنب بعض وتعكسي زي ما انت شايفة. احنا مش هنملي الحلة على اخرها، احنا هنسيب كده بمقام رقين كده عشان المحشي يبقى يستوي معانا كده وياخد راحته كده ما يطلعش بره. مش بتملي الحلة رصة المحشي على الاخر. انا كده خلصت الحله بتاعتي رصتها وظبطتها كلها. معايا هنا الشوربه، معايا دي شوربه لحمه، هننزل عليها بالصلصه اللي احنا كنا شايلينها في طبق على جنب وتقلبيها. دي خلي معاكي الصلصه الشوربه بتاعتها جميله وبيديها طعم احلى. شوفي بصي، والمحشي بيبقى حلو قوي بشوربه البط لو مش عن بط او حمام.
لو مش عندِك هتعملي أي شوربة بقى فراخ، شوربة لحمة المتاح عندِك، أهم حاجة تجيبي الشوربة بتاعتِك تنزلي عليها بالصلصة اللي إحنا واخدينها على جنب وتقلبيها فيها كويس وتنزلي بقى بالشوربة بالراحة كده واحدة واحدة كده على المحشي، تنزلي بشوية وتوقفي وتهزي الحلة حلة لحد ما مَيّة الشوربة تنزل في المحشي كده، اتأكدي إن الشوربة نزلت تحت كده وغطّت كل المحشي اللي تحت، وتهزي تحطي شوية وتهزي كده، إحنا مش بنغرّق نغرّقها كلّها شوربة، إحنا لحد كده يا دوبك تكون الشوربة واصلة لأول صَفّة كده، كده يبقى حلو أوي، تحطيه على البوتاجاز على نار عالية كده، وأول ما المحشي يشرب معانا كده الشوربة بتاعتنا، هتهدّي النار وتحطي عليه كده مكعبات كده من السمنة البلدي أو الزبدة تدّي له طعم وريحة في حتّة تانية خالص، وكل شوية هتاخدي الحلة وتهزيها، كل شوية تهزي الحلة عشان تتأكدي إن الشوربة يعني تسوي الرز معاكِ المحشي معاكِ كُلّته، بالأخص عشان ما يطلعش معاكِ في النُص بيبقى طلع طري، فكل شوية تهزّي الحلة عشان تتأكدي إن الشوربة تغطي المحشي كُلّته وكلّه يستوي مع بعضه، وأول ما يستوي معاكِ بقى يالّا ندوق ونشوف طعمه، جميل جدًا ما شاء الله وحلو والصُباع ما شاء الله ملفوف ما اتفكِّش، جميلة وما شاء الله واخد معانا لون حلو وطعمه جميل جدًا، جرّبوا الطريقة وقولوا لي رأيكم في التعليقات.